السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مطبخ نشوى الخطيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تنسوش الدعوة منكم أبويا وأمي بالرحمة، ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسامحهم هم وأمواتنا جميعا يا رب العالمين. أينما بتشوفون الصبح أو بالليل صباحكم كده يا رب رضا من رب العباد ومشرق بنور الله، ومساءكم زي الفل في أي وقت تشوفوني فيه. اللهم امين. طبعا شايفين بقى الجمال، شايفين الحلاوه بقى والشاورما بقى الجباره بقى. شوفوا بقى يعني اللي نازل بقى منها كده. قلت بقى اظبط بقى السندوتشات كده ويدي لون ويدي طعم وقرمشه ويبقى خطير، حاجه كده فاخر. عملته في الجريل. طبعا هتشوفوا الطريقه دي بس كده في الاواخر كده وانا بعمل ايه السندوتشات وكده. عاملاها من الالف للياء، من الألف للياء، يعني من أول العيش لحد الشاورما كل حاجة كده على إيدي وكله موجود في البيت والحمد لله. شايفين العظمة، شايفين التحفة، حاجة كده اوعى وشك، اوعى وشك القرمشة والجمال والحلاوة. واللي عايز بقى بالجبنة الموتزاريلا حطيت له، واللي عايز مخلل الخيار حطيت، واللي عايز سادة حطيت، وكل اللي نفسه في حاجة عملته. وعملت شوية بطاطس بقى تحفة. يلا كده نقول بسم الله الرحمن الرحيم وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب العالمين. التوابل: مكعب مرق الدجاج وشوية بابريك وشوية شطة وشوية فلفل اسود، شوية كيري وشوية زعتر، وحبة بقى تحابيش حلوة من اللي انت عايزة تحطيها حطيها. تمام. ومعانا كل حاجة كده مية مية، ومقطعين فلفل ألوان وبصل جوانح أو شرايح زي ما انت بتقطعيه. تعالوا بقى نعجن بقى العجينة بتاعتنا. وعيالي بيموتوا في الشاورما في العيش اللي عامل زي الرق الفلاحي كده تحفة. اهي كوبايتين 3 دقيق زي ما انت تحطي دول 3 كوبايات. وخدوا بالظبط معايا كوباية ونص مية. لو عندك لبن اعجني باللبن، ما عندكيش اعجني بالمية. كوباية ونص. وحطيت عليهم قيمة معلقتين 3 كده سمنة بلدي. وكانت العجينة عسل، كانت العجينة تحفة. الرقاق كانت بتتاكل حاف. طبعا انا بسهل على نفسي، بدل ما اجيب بقى مثلا العيش بتاع الشاورما او اعمله، لا انا بقول رقاق في نفس الوقت يتاكل ويبقى ليه طعم. ولو بقى مثلا ايه اعمله ايه اللي عليه اعمله سندوتشات جبنه فيما بعد. حطيت معلقتين سمنه بلدي بقى كده لف بهم العجينه. وبقى مش عايزه اقولك والله الحاجه اللي بعملها وبتطلع 10 على 10 معايا. بقول لكم بصوا العجينه طريه وجميله ازاي. حط بقى نقطتين زيت زيتون بس. انا بحب دايما في العجين في الاخر نقطتين زيت زيتون كده، بيظبطوا العجينه قوي وبيخلوها تحفه. لم بس بيها كده وبقوم مغطيها، غطيتها شويه كده ترتاح على ما نظبط ونفرش ايه الصينيه. شويه دقيق دول 3 كوبايات مج من نفس كوبايه المج بتاعه الميه اللي انا حطيتها. 3 كوبايات مج، كوبايه ونص ميه، معلقتين سمنه بلدي. لو انت عندك لبن استبدلي الميه باللبن. تمام كده. هنعجنها بقى، انا قرصها بقى تقريصه صغيره. ليه بقى هقرصها تقريصه صغيره؟ لان انا عايزه السندوتش يبقى صغير وسط كده مش كبير قوي. وفي نفس الوقت انا بتحكم في الطاسه بتاعتي او في الطاسه بتاعتي الكريب بتاعتي اللي انا هعمل فيها الرقاق ده على قدها بالظبط عشان اعمله في الطاسه على النار سريع بقى، لانها ارتاحت معايا وبتتفرد بسرعه. ومعايا الفراده بتاعتي او العجله حسب ما بتقولوا، في بيقول عليها عجله وفي بيقول عليها فراده وفي بيقول عليها نشابه زي ما انت عايزه. احنا عن نفسنا بنقول عليها عجله. نفرد كده ونخليها زي الفل ونخلي الحروف بتاعتها كده او الحوافي بتاعتها كده رقنقه وحلوه. وانا حاطه بقى الطاسه على النار، يعني انا لو هعملها احطها بسرعه، يعني ايه مشغله نفسي دي اخلصها احطها بسرعه بسرعه ورا بعض كده. كانت جميلة وحاجة كده تحفة. بس انا الاول بقى طبعا نسيت اقولك، قلت اعمل 2 3 الاول. افردهم كده معاكم وتشوفوهم، وبعد كده اروح على النار عشان انا مش هقعد بقى كل شوية اخد التليفون هنا واخد التليفون كده، لا. قلت اوريكم الاول تفرديها ازاي وتبقى حجمها ازاي، كلها حجم واحد بصراحة. بسم الله ما شاء الله، حاجة كده تحفة، حاجة عاملاها في بيتك نظافة. بصوا بقى المقاس قدها ازاي بالظبط اهي. بحاول تفرد وتبقى على قدها بالظبط. طبعا انتوا عارفين الخبيز او اي حاجه تبقى الدنيا محتاسه دقيق، ايدك دقيق وهدومك دقيق. والاسدال بتاعي بقى بسم الله ما شاء الله بدل ما يبقى اسود بقى اسود في ابيض. بصوا مسافه كده ما تلاقيها خلاص ابتدت تشكشك كده من تحت. هي طبعا طبيعي في الخبيز سواء في فرن سواء في الطاسه سواء في اي حاجه، اول واحده بتبقى ايه بتاخد زي ما تقولي ايه
يعني البلاطة او الاول دور بتطلع مش قد كده. جماعة الفلاحين عارفين لما بيجوا يخبزوا بيكونوا شغالين الفرن، اول واحدة لازم تطلع مش قد كده، بس برضو طلعت حلوة جميلة، ابتدت تبقى اهي وتطلع بقى تنفخ وحاجة كده تحفة. والله التليفون والتصوير ظالم منظر الرقاقة. بصوا الجمال يا سيدي، ومع انها اول رقاقة بس شايفين ابتدت تنفخ ازاي وتقب بقى. انا مش عايزاها تقب معايا عشان انا هعمل بيها الكريب، هعمل بيها اسفل الشاورما. بصوا الجمال، بصوا التحفة بقى كده، اللي تطلع كبيرة شوية تطلع بره البتاع شوية مفيش مشكلة. بس كان والله عجينة 3 كوبايات عملوا معايا، هتشوفوا الكمية في الآخر. عملنا شاورما، اتغدينا واتعشينا، واتبقى كمان رقاق اتاكل طاري الصبح. بصوا منفخة وجميلة ازاي وبتقب وحاجة كده بسم الله ما شاء الله. صلوا على النبي يا جماعة عليه أفضل الصلاة والسلام. عايزة تفرحي ولادك تعملهم شاورما في البيت كده وتشهيصيهم. اللي يوصل معايا لحد هنا ينزل يكتب في الكومنتات شهيصيهم. شهيصي ولادك. عارفه يعني ايه شهيصيهم؟ فرحيهم. عايزين شاورما عينيا الاتنين، هم عاملوا لكم دلوقتي شاورما ما خدتش في ايدي 10 دقايق، ربع ساعه بالكتير. هنكدب بقى أو نص ساعه. المهم ان انا عملت لاولادي شاورما في البيت. بصوا كميه الرقاق، اللهم صل على النبي، مش عايزه اقول لكم عملت معايا ولا 20 واحده، كتير ما شاء الله. ولسه كمان لسه بعمل يعني حاجة كده. بصوا يا سيدي الرقاقة طالعة طرية وتحفة. نبتدي بقى بسم الله الرحمن الرحيم. خلصنا بقى الرقاق بتاعنا والعيش بقى وظبطنا، حطينا معلقة سمنة حلوة، البصل والفلفل الالوان بقى الحلو ده، مفيش اخضر واحمر واصفر، وبصل جوانح كده او شرايح تقطعيه تقطيعه رفيعه كده وحلوه زي الفراخ بالظبط. نديها تشويحه حلوه، ونقوم بقى حاطين التوابل بتاعتنا تدي ريحه بقى مع التشويحه بقى. مش عايزه اقول لك على الجمال. شاورما، لا مع ان ناقصها حاجات، ناقصها حاجات كانت المفروض ان انا تبقى موجوده، بس انا طبعا قامت في دماغي والطلب مني ان انا اعملها، فقلت الموجود يتعمل. يعني كان ناقص فلفل اخضر يتحط، كان ناقص بقى شويه حاجات كده تتعمل، بس برضو دي طلعت تحفه، طلعت 10/10. ولادي والله بقوا ياكلوها يقولوا لي ايه يا ماما الجمال ده، ايه الحلاوه دي. شوحنا بقى ودبلنا بقى الفلفل والبصل كده بالتوابل، نزلنا بالقطع بقى الشاورما الفراخ بتاعتنا. انا اللي مقطعاها كده طرنشات كده صغيره. ليه انا نزلت بقى في الاخر؟ لان الفراخ بتاخدش سوا، عشان ما يبقاش البصل والفلفل الالوان بيعمل معايا صوت وكده او مش مستوي. حطيت بقى معلقتين 3 كريمه طهي. كريمه طهي دي خلت الشاورما خطيره، يعني اكتر من بدل ما كنت احط مايونيز، لا افتكرت قلت ليه ما نحط معلقتين كريمه طهي، خلوها طعمها يا سيدي. البطاطس دي تحفه، البطاطس دي عندي من قبل رمضان، كانت مرات اخويا جايبه لي شوال، الكيلو كان ب5 جنيه. بطاطسايه كبيره قوي كده، وتلاقي الصبع طويل كده بسم الله ما شاء الله. الخيار ده بقى ليه قصه تانية. كانت مرات اخويا بقى مطلعه لي شويه وانا هناك في العيد، خيار على بتنجان على فلفل، بتنجان مخلل، قمت جايه حطاه في قلب برطمان الزيتون وقلت احفظه واخده معايا، وخدته معايا ونفع، جه وقت ونفع، وطعمه جميل بصراحه ومقرمش كده. قطعته بقى طرنشات عشان اعمل بقى زي المطاعم بقى السوريين بقى، بيحطوا شرايح الخيار ومع المايونيز والجبنه بقى، وبقى ايه تحفه. الخيار ده عسل بجد، يسلم ايدها، حاجه جميله. كانت مدياني طبق كبير كده مليان مخلل مشكل قبل ما امشي بيوم، قلت طب انا هعمل ايه هوديه فين. عندي طبعا برطمان الزيتون انا كنت مخلله معاكم وكان باقي فيه، والشرش بتاعه جميل بقى وعسل كده، قمت جا ساقطه فيه وخدته معايا وانا راجعه اسكندريه ونفع. معايا مايونيز طبعا ومعايا جبنه موتزاريلا اهي. هظبط بقى، بسالهم بقى هم واقفين معايا، بسالهم بقى اقول لهم مين اللي عايز بالجبنه الموتزاريلا ولا خيار ولا مايونيز، قولوا لي. فكل واحد حب حاجه انا عملتها له، محدش يقول نشوى رغاي، لان انا طبعا في كل الفيديوهات بقول محدش يقول نشوى رغاي. انا بقول لكم على الحاجه اللي بتتعمل والحاجه الصح بصراحه، ما بخبيش عنكم اي معلومه. البطاطس دي تحفه، تحفه. السبونت، الجماعه الفلاحين عارفين يعني ايه البطاطس السبونت الطويله دي الرمليه. البطاطسيه بصوا ماسكه نفسها ازاي، مقرمشه جميله جدا. التوابل دي ولادي بيحبوها قوي، كل ما نروح فتح الله لازم يجيبوا لهم 10 15 كيس، يحبوا يحطوا التوابل عليها، تبقى جميله وطعمها تحفه.
خلصنا بقى. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله على الجمال والحلاوة. بصوا بقى السندوتش عامل ازاي. يا سيدي يا سيدي، ما تنسونيش من اللايك وللشير. لايك اهم حاجة، اهم حاجة. الناس اللي بتخش تكتب لي كومنت حلو بيفرحوني بينسوا اللايك. تنسوش اللايك والمشاركات. والناس اللي معايا عندي على البيج على الفيسبوك بشكركم جدا من كومنتاتكم الحلوه، وبشكر كل حبايبي من خارج مصر وداخل مصر. وجربوا الشاورما دي وادعوا لي، والله جربوها تدعوا لي، حاجه كده عظمه. وان شاء الله يا رب كل وصفاتي بتعجبكم، ما اكونش تقيله عليكم، اكون خفيفه عليكم باذن الله. وما تنسوش لما تجربوا الشاورما تخشوا تقولوا لي احنا جربناها نشوى، يسلم ايدك. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.